اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه، بالتحديد دلوقتي موجودين امام شارع محمد نجيب. هنعمل ايه النهارده يا ياسر؟ بصوا كده، احنا اهو دي اعمال التوسعه والاستعدادات عشان يتم اعاده الشواطئ في المنطقه هنا تاني. خليني بقى اقول لحضرتك بسرعه جدا وبدون اي مقدمات. فيديو النهارده الخلاصه بتاعه كوبري محمد نجيب. لو حضرتك متابعني من اكتر من 10 شهور كنت نزلت فيديو وكنا دايما بنتكلم عن كوبري محمد نجيب. هتقول لي يا عم ياسر، من 10 شهور انت عرفت ازاي ان في كوبري هنا؟ هقول لحضرتك عرفت عن طريق حاجتين. الحاجه الاولى، اليوم السابع طبعا بتهتم جريدة اليوم السابع وصفحة اليوم السابع بيهتموا دايما بأخبار اسكندرية، وكان ليهم طبعا لقاء كبير جدا جدا مع أحد المهندسين المسؤولين هنا عن المشروع، ووضحوا بقى تفاصيل المرحلة الأولى، وكمان اتكلموا عن المرحلة الثانية وقالوا إن مدة أعمال التوسعة هتكون معانا 18 شهر بإذن الله، على أن تنتهي جميع الأعمال الخاصة بالتوسعة مع نهاية شهر يناير من عام 2025. وقالوا كمان إن أعمال المرحلة الثانية هتشمل كوبري محمد نجيب، كوبري سيارات. حاولنا بقى ندور ونعرف يعني نحاول نوصل لحاجة تكون خاصة بالكوبري. لو حضراتكم بقى شايفين معانا، فأعمال الحفر بالفعل بدأت قدامنا وبدأنا نشوف أعمال الكوبري من أرض الواقع. كده احنا نزلنا اهو مكان المشروع، المكان اللي احنا ماشيين فيه ده إن شاء الله هيبقى المكان المخصص لكوبري محمد نجيب. طيب الحاجة التانية بقى اللي انت عرفت منها، هقول لحضراتكم أحد متابعاتنا الكرام ساكنة في شارع محمد نجيب، ونزلت برضو من أكتر من 10 شهور وراحت وسألت المهندسين اللي شغالين في يا جماعة هنا كوبري هيتعمل. في البعض أكد لها وفي البعض قال لها ما عندناش فكرة حتى الآن. فكلمتني وقالت لي يا أستاذ ياسر، أنا عرفت إن في كوبري هيتعمل. قلت لها أنا بالفعل عندي المعلومة وشكرا لتواصل حضرتك معانا. فإن شاء الله الكوبري هيبقى في نفس المكان اللي احنا موجودين فيه. طيب الكوبري ده هيطلع من فين لفين؟ هقول لحضرتك. الكوبري هيبدأ من قبل شارع محمد نجيب، يعني القادم من سيدي جابر وسان ستيفانو وجليم وكمان ستانلي هيطلع أعلى الكوبري. الكوبري هينتهي فين حتى الآن محدش يقدر يقول لك. يعني في ناس بتقول عند فندق رمادة وفي ناس بتقول لا هيتخطى إشارة سيدي بشر. ولكن عشان نكون بس واضحين مع بعضينا، الكوبري هيبقى اتجاه واحد فقط لا غير. يعني التوسعة اللي احنا واقفين عليها دي هتفضل شغالة زي ما هي دي. الاتجاه اللي جاي بقى من العصافرة وكمان المنظرة والمنتزه والمعمورة، ومتجه اتجاه المنشية وسيدي جابر ومحطة الرمل وبحري، هيمشي في نفس المكان اللي احنا فيه، والكوبري هيبقى على ايدينا الشمال. طيب هل تحت الكوبري هيبقى في طريق؟ هقول لحضرتك هيبقى في حارة كده بطيئة العربيات هتدخل فيها. دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها اللي جاي من البحر ومش عايز يطلع الكوبري وينزل سيدي بشر، ده عايز يدخل بقى ايه، نفق محمد نجيب، او عايز يروح اتجاه شارع جمال عبد الناصر، فده هيدخل من الحارة البطيئة. طيب إشارة سيدي بشر ايه اللي هيحصل فيها؟ وكمان ايه اللي هيحصل في شارع محمد نجيب؟ لان ده الهدف الرئيسي من انشاء الكوبري، اننا طبعا كل اللي جاي من محمد نجيب وعايز يطلع طريق الكورنيش بيضطر بقى يوصل للبحر وبعدين ياخد يمين ويلف من اول دوران ويرجع تاني. ده بقى مع وجود التوسعة الجديدة يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة. لا احنا عايزين نقضي بقى تماما على موضوع التقاطعات، عايزين نلغي موضوع اشارة سيدي بشر. كتير جدا جدا من حضراتكم قالوا لي ليه ما نعملش عند شارع محمد نجيب وعند اشارة سيدي بشر مشروع شبيه للي اتعمل عند شارع 45. والله بكل صراحة كنت اتمنى ان ده اللي يحصل، كان هيبقى نقلة نوعية في كورنيش اسكندرية، خصوصا بقى بعد اعمال التوسعة اللي تمت. شايفين يا جماعة أعمال الحفر أهي، دي أعمال حفر بفضل الله. إحنا بندخل لحد طبعا الناس اللي شغالة وبنقف نتكلم معاهم وبنصور لحضرتك تصوير يعني حاجة تليق بيك، حاجة نقدر نوضح لك من خلالها الأعمال. الحفار شغال قدامنا اهو، وكمان تم وضع أسياخ حديد كده، الأسياخ اللي على اليمين وعلى الشمال. طيب دي إيه؟ دي الحدود الخاصة بالحفر. يعني الحفار بيحفر في المسافة اللي هي في منتصف الأسياخ اللي تم وضعها. كمان لو ركزنا داخل الحفر هنلاقي سيخ كبير اهو محطوط. ايه بقى السيخ ده يا ياسر؟ هقول لحضرتك، يبدو وانه مكان الخازوق اللي ان شاء الله خلال، ايوه السيخ باين اهو قدامنا ومحطوط عليه حاجة حمراء عشان يبقى متعلم.
يبدو ان ده هيبقى مكان الخازوق اللي هنبدأ نشوف طبعا المكنة بتاعة حفر الخوازيق موجودة هنا ان شاء الله خلال ايام. فيبدو ان ده المكان اللي تم توقيعه طبعا من قبل اخصائيين المساحة، مهندسين المساحة بييجوا يوقعوا الاماكن الخاصة بالاعمدة. فالواضح ان ده هيبقى سنتر احد الاعمده، وشغال قدامنا اهو الحفار ما زال بيقوم باعمال الحفر في الطريق. طبعا تم ازاله الاسفلت القديم، الاسفلت القديم هو اللي احنا بنحفر مكانه دلوقتي، ده خلاص اتشال بالكامل. طيب هننتهي ازاي بقى من ازمه اشاره سيدي بشر؟ هقول لحضرتك القادم من حي سيدي بشر وبياخد الشارع المجاور للحي عشان يكمل فيه ويطلع على طريق الكورنيش ويعدي من جنب مسجد سيدي بشر بقى من عند الإشارة اللي عملت لنا كلنا طبعا صداع، الإشارة اللي كل ما نتكلم يقول لك إشارة سيدي بشر. فالقادم بعد كده هيوصل لحد شارع العسوي وهياخد بقى شمال اتجاه طريق شارع محمد نجيب. هتقول لي يا عم ياسر المفروض الطريق في الشارع ده العكس، يعني اللي جاي من محمد نجيب رايح للعسوي. هقول لحضرتك لا، الطريق ده ان شاء الله هيتم عكسه بعد كده، بحيث القادم من سيدي بشر هياخد اتجاه شارع العسوي ويكمل بقى يروح اتجاه شارع محمد نجيب. طيب هيطلع ازاي على الكورنيش؟ هيوصل محمد نجيب وهيدخل بقى يمين في شارع محمد نجيب اتجاه الكورنيش ويعدي من تحت الكوبري، وبالتالي طلع على طول على التوسعة الجديدة طريق المنشية ومحطة الرمل وسيدي جابر. وبكده يبقى احنا انتهينا من موضوع إشارة سيدي بشر تماما. معنى كلامك ان الإشارة هتتلغي، هقول لحضرتك هدف من ضمن أهداف المشروع إلغاء إشارة سيدي بشر، يعني الإشارة دي عاجلا أم آجلا إن شاء الله هيتم إلغائها. ده اللي هنبدأ نشوفه مع بعض في خلال الأيام القادمة. الكوبري هينتهي فين؟ هقول لحضرتك لحد الآن لسه مش عارفين هينزل قبل الإشارة ولا هيعدي من بعد الإشارة. كمان طول الكوبري هيبقى من 600 ل 700 متر، دي المعلومات اللي قدرنا طبعا نجيبها لحضراتكم. الأعمال شغالة خلاص، الشغل بدأ. هنبدأ الأيام اللي جاية نشوف دخول للمعدات بقى هنا، المعدات اللي بتحفر الخوازيق، وأكيد بقى هنبدأ نشوف كمان تقفيل بالصاج كده من الجناب بالحواجز بنفس الشكل اللي شفناه ايام طبعا اعمال التوسعه. الطريق بيتقفل بالحواجز الخاصه بالشركه اللي بتنفذ المشروع. عايز اقول لكم ان اعمال التوسعه ان شاء الله خلاص بتنتهي معانا. هنبدا كمان نشوف افتتاح لنفق الطفوله السعيده، النفق اللي بيتم تنفيذه. فالحمد لله كده التوسعه بدات تظهر لينا، والناس كانت كمان مستنيه ان يتم الانتهاء من المرحله دي من التوسعه عشان نقدر نتحرك في اي اتجاهات، نقدر نغير المسارات بدون اي اعاقه للسيارات. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ونتمنى اننا نكون قادرين نغطي لك اخبار اسكندريه يوميا واول باول. دمتم في حفظ الله وامانه، وهتوحشوني جدا جدا من هنا للفيديو اللي جاي.